عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك حسنات جارية، هناك سيئات جارية. الحسنات الجارية كلنا متفقين نتمناها ونفرح فيها، لكن المصيبة يا جماعة السيئات الجارية. يقول أبو حامد الغزالي: طوبى لمن إذا ماتت معه ذنوبه، والويل كل الويل لمن يموت وتبقى آثامه وسيئاته يعذب عليها في قبره ويسأل عنها يوم القيامة. ولذلك أتت الشريعة يا إخواني بالتحذير من هذه السيئات. قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن سنة في الإسلام سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنت ترسل مقطع، صورة ماجنة، أغاني، أمور محزنة، أمور محرمة ترسلها لفلان، فلان يرسلها لفلان، وتأتي يوم القيامة وإذا عندك سيئات، آلاف مؤلفة من السيئات. ولذلك يا جماعة الأمر خطير جد. الله جل وعلا يقول: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني إحنا نبعثهم، يقول الله جل وعلا: نبعثهم يوم القيامة ونحاسبهم على أعمالهم من خير ومن شر. وتأمل معي هذا الحديث القدسي الذي قال عنه الله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فيا أخي الغالي، الإنسان الذي في قبره وعنده الآن سيئات جارية يا أخوان يتجرع المرارة في قبره، يتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى يتخلص من هذه الأثام. فيا جماعة مع هذه التقنية الآن ومع هذه الثورة الآن في الاتصالات وفي المعلوماتية وكذا، الإنسان قد تسهل عليه نشر المقاطع من باب أن يعطيها فلان ولا فلان. هذه أثام وهذه سيئات تتحمل أوزارها يا عبد الله. والله يا جماعة الإنسان يوم القيامة يتمنى أن يخلص بذنوبه نفسه، فكيف إذا كان أتى إلى الله جل وعلا بذنوب العباد؟ فتخلصوا وتوبوا إلى الله جل وعلا، ولا تنشر يا أخي الغالي إلا ما ينفعك في قبرك ويبيض وجهك عند الله جل وعلا ويرفع ميزان حسناتك عند الله جل وعلا.